حلقنا ولبسنا لبس العيد وجينا في العيد. النهارده بدأنا الدوري ويلا بينا. يا الله يا الله يا الله، أنت أروع من رمسيس، أنت أكبر من نمر. مستحيل الحلم يتحقق. صلاح يأتي قدم يمر. الله أهلا بكم في مهد معشوقتكم. أنا إبراهيم وهنا هنلعب فانتسي. أهلا بيكم. عامل ايه يا صديقي؟ ايه الاخبار؟ النهارده بدايه الدوري بتاعنا، النهارده بدايه الدوري الانجليزي، الدوري اللي احنا بنستناه من شهر 5 عشان نقول اهلا بيكم في بريمير ليج. النهارده برشامه الجوله الاولى، النهارده هنخلص وهنحكي، مفيش هري كتير، الفيديو حتى مش هتلاقيه طويل. النهارده ملخصات تكتم مين ما تكتمش مين في كل فرقه في الماتشات لازم تحط عينك عليه، سواء في الفرقه دي او في الفرقه دي. ملخص سريع، مراجعه سريعه، وزي ما قلت لك خليك فاكر لازم تكون عندك قناعه. يلا بينا. عندك اول ماتش هيبدا النهارده ان شاء الله، ليفربول وبورنموث. بص يا صاحبي، ليفربول يعني صلاح اونر شيب دلوقتي حاجه و50%، تقريبا 55%. فصلاح لو زي ما قلت لك عايز تفك صلاح، مش مقتنع بطريقه اللعب الجديده، ممكن تغير لفيرتس او ايكيتيكي او جابكو. عايز حد من الدفاع، عندك فريمبونج، وانا ارشح لك فريمبونج اكتر من كيركيز عشان خاطر فريمبونج هجومي اكتر. كيركيز في ماتش كريستال بالاس كان دفاعيا مش احسن حاجه، واتغير كمان ما بين الشوطين او بعد الشوط الثاني، يعني في اول شويه من الشوط الثاني. الناحيه الثانيه بورنموث دفاعيا حتى الجون بتاعهم ما انصحكش انك تبدا بيه، حتى لو هو ب4.5 فانا ما انصحكش انك تبدا بيه. دفاعيا مفيش حد كويس. ممكن الهجوم كيلفرت لسه مصاب، مش عارفين هيلعب او مش هيلعب. بس عندك المهاجم اللي هو ايفنز ب7 مليون، وعندك سيمون برضو ب7 مليون كنص ملعب. خش بعد كده الماتش التاني يوم السبت، عندك نيوكاسل واستون فيلا. هتروح لاستون فيلا الاول، عندك واتكنز، عندك روجرز اللي رجع التمرين. عندك واتكنز 9 مليون، روجرز 7 مليون. عندك اوبشنات في الدفاع، كونسا اي ب4.5، اليكس مورينو ب4، مينجز ب4.5. في كذا اوبشن. ابعد عن مالين ما كانش بيلعب، يعني حتى في الموديات ما كانش بيلعب كجناح، كان دايما بينزل بديل لواتكنز. فابعد عن مالين، خصوصا ان هم جابوا جناح جديد، فخليك في الأضمن واتكنز او مورجان روجرز. خش بعد كده فولهام وبرايتون. فولهام يا باشا مش هنحكي كتير، عايز تجيب المهاجم اللي هو منزا، احتمال كبير ما يكونش موجود خلاص، مش اعتقد مش هيكمل. في ديفرنشال، لو بتفكر في حد في الديفرنشال، عندك ويلسون في نص الملعب 5.5 مليون، ممكن ينفعك لو انت عايز حاجه ديفرنشال شويه. ما اعتقدش ان في اوبشنات تانية في فولهام ممكن تفيدك عن كده. برايتون مفيش كتير اوبشن تبص عليها في برايتون. عندك ميتوما، عندك بليلبا في نص الملعب، وبليلبا بنسبه كبيره كمان ممكن يمشي في الكلام على اليونايتد بيخلص. ارسنال عايز داخل بيبص من بعيد. ويلبك احتمال ما يبداش، اللي فيه مهاجم جديد نزل، فخلي عينك برضو على برايتون في الاول وبص عليهم. عندك بيرلي وتوتنهام، الماتش الاقوى بنسبه كلين شيت كمان كبيره لتوتنهام. شفنا ماتش باريس، توتنهام يعني خسرت في الاخر بلانتيات، بس كانوا كسبانين 2-0 وكان يقدروا ياخدوا السوبر بكل سهوله يعني. توتنهام عندك ممكن تركز على اي حد من المدافعين، فان ديفين، روميرو، بيدرو بورو، ايا يكن تقدر تركز، يعني كل اللعيبه دي تقدر تركز على اي حد منهم كطقم دفاع. ابعد عن ايدوجا عشان لسه مفيش حاجه عنه الاصابه. سولانكي عايز تبدا بيه تقدر تبدا بيه، خلاص رجع الراجل بيلعب الشوط الثاني امبارح 7.5 مليون. عندك قدوس في نص الملعب، احتمال كبير قوي يأثر معاك لان الاونر شيب بتاعته عاليه شويه لو انت مفكرتش انك تبدا بيه. الراجل داخل على حاجه و30%، يعني لو ما كانش عدى كده كمان، فخلي قدوس تحت العين، لو معكش قدوس هينفعك. خش بعد كده على بيرني، زي ما قلت لك ما تعتمدش عليهم في حاجه. ستيفي بس مدافع ب4 مليون، هيلعب معاك الماتشات كلها، تحطه على الدكه ومش اكتر من كده، فما تفكرش انك تجيب منهم حد على الاقل دلوقتي. ويست هام ساندرلاند. ساندرلاند لا طبعا ما انصحكش، يعني محتاجين برضو لسه نستنى ونشوف. ويست هام لو انت عايز تلعب زي ما قلت لك، عندك ضيوف قبل كده، وعندك وان بيساكا 2 مدافعين، ده او ده ضيوف، اونر شيب اقل بكتير من بيساكا. عندك لو عايز حاجه في نص الملعب ممكن باكيتا، هيبقى ديفرنشال كويس بس ما تستناش منه مساهمات كتير.
خش على الهجوم، عندك بون او فلوكوير الاتنين، واحد 6 مليون واحد 8 مليون. بون 8 مليون، استنى منهم، هيفرقوا معاك على حسب الدوري او حسب ماتشاتهم اللي جايه عامله. خش بعد كده على السيتي وولفز برضو يوم السبت. السيتي زي ما قلت لك ما عندكش اوبشنات كتير او خيارات كتير تبص عليها. قدرت انك تجيب هالاند، او انت من الناس اللي عايز تبدا بهالاند شبه ما انا عملت، توكل على الله وابدا بهالاند، ما تعتمدش حد تاني بقى. ممكن تستنى على ايات نوري او جافارديول، ماتيوز نونيز، اي حد من المدافعين تقدر تستنى عليه. انا قلت لك كذا مره على ماتيوز نونيز اوبشن دفاعي ب5.5، لسه عندك اكانجي لسه فبلاش تراهن، تبدا السيزون تراهن حتى على شرقي في نص الملعب او فودن او مرموش. خليك في الاضمن، لو عايز اضمن المضمون هالاند، مش قادر على هاند بال 14 مليون، استنى على الاقل اول جولتين شوف جوارديولا مثبت تشكيل ولا لا. الناحيه التانيه في وولفز ما اعتقد يعني ما فيش غير اوفر بس، مدافع ب4 مليون، ده انت هتجيبه كمالة عدد، مش هتجيبه انك تعتمد عليه. في اللعيب اللي جابوه من البرازيلي ابو 5.5 مليون اللي هو ايريس، ما اعتقدش برضو، ما تستناش يعني لو جبته ما تستناش منه كتير. وعندك الفيرود اللي هو لارسن، نفس القصه برضو، ما تستناش منهم كتير لا غير لما تتفرج الاول، فحطهم تحت عينك. خش بعد كده على تشيلسي وكريستال بالاس، ماتش هيبقى حلو قوي. كريستال بالاس فرقه يعني عملت ماتش قدام ليفربول كان جامد قوي في نهائي الكوميونيتي شيت. كريستال بالاس عندك مونزا، ابعد عن ايزي، يعني هات في مونزا في الدفاع، ابعد عن ايزي عشان خلاص ايزي بيقرب قوي من توتنهام، فتقدر ابعد عن ايزي دلوقتي. عندك ماتيتا اوبشن ممكن تفكر فيه. عايز حد غير الاثنين دول، عندك اسماعيل صار اوبشن برضو تفكر فيه. واسماعيل صار هو اقل من ماتيتا واقل من مونيز في الاونر شيب. عندك جويهي في الدفاع، وجويهي بنسبه كبيره كمان رايح ليفربول وهو ب4.5 مليون، بس لسه مش عارفين هيبقى اساسي ولا لا. فدول اللي تقدر تفكر فيهم من كريستال بالاس. خش على تشيلسي، بالمر 61% اونر شيب، تبقى كارثه لو معكش بالمر، النفس اللي هيتنفسه هيزعلك. انا لحد امبارح ما كانش معايا، لحد من 10 دقايق قبل ما اصور الحلقه دي ما كانش معايا بالمر، بس للاسف اضطريت اشتري بالمر، وانا بحضر لقيت بالمر داخل على 62 63%، فاعلى لعيب في اللعبه كلها دلوقتي اونر شيب، فالطبيعي انك تبدا ببالمر، خلاص ما فيهاش نقاش. بقى ما بداتش بالمرمر، ما تلومش حد غير نفسك، عايز تعوضه عندك بقى كوكوريلا، جواو بيدرو، دول اكتر اتنين ممكن يجيبوا لك نقط بالمر، بس خاف من الاونر شيب. خش بعديها على برينتفورد ونوتنجهام، ماتش اعتقد هيميل ناحيه نوتنجهام اكتر، خصوصا ان هم حتى لو هجوميا مش احسن حاجه، بس على الاقل مستقرين دفاعيا، ما غيروش كتير، ما مش تغييرات. نونو سانتو لسه موجود زي ما هو. عندك اوبشنات ثالث في الجون 5 مليون، عندك المدافعين اينا، نيكو ويليامز 5.5 و5 مليون، عندك ميلينكوفيتش برضو 5.5 مليون. في كذا اوبشن تقدر تبص عليه. الناحيه التانية في برينتفورد ابعد عن ويسا خلاص ما بيتدربش، ودرب زرجانة عايز يمشي والاداره مش عايزه تمشيه، فتلاشى ويسا دلوقتي. مفيش حد تقدر تحط بعينك عليه في برينتفورد غير الجون اللي اعتقد كلنا جايبينه بنسبه كبيره كمان 4.5 مليون، فدي الحاجه اللي احنا ممكن نبص عليها. عندك الماتش الاسبوعي او ماتش الاسبوع ده او اهم ماتش الاسبوع ده او ديربي الاسبوع ده، سميه زي ما انت عايز تسميه، الافتتاحيه الجميله جدا بالنسبه لنا، وهي ارسنال ومانشستر يونايتد. لو هنبص في ارسنال جدولهم في اول 6 ماتشات ما يساعدكش انك تحمل منهم، خصوصا واحنا لسه بنبدا السيزون، يعني انت لسه مش عارف هم هيبداوا كويس ولا واحده واحده وبعدين يعلوا، لسه مش قادرين نحدد ده. البري سيزون ما كانش احسن مستوى الارسنال، حتى لو سكت قلق في الاخر وجاب جونون، جو كيراس جاب جون فتمام، بس برضو جدول ارسنال اللي في الاول ما يساعدكش انك تبدا بحد ما بينهم. ممكن تحط عينك على ساكا، جو كيراس، ممكن تحط عينك على دفاع جابرييل او صليبه، ابعد عن اي حد تاني غير جابرييل وصليبه في الدفاع، لان هيبقى فيه ما بينهم روتيشن عالي قوي. جابرييل وصليبه اكتر اتنين ضامنين مكانهم. عايز ترجع في نص الملعب، اوريديجارد ممكن اوبشن تبص عليه، داكلان رايس اوبشن ممكن تبص عليه، حتى زوباميندي ممكن يكون اوبشن، بس انت محتاج تستنى على الاقل ماتشين 3 الارسنال عشان نقدر نحدد فيها مين اللعيب فعلا بجد في ارسنال اللي احنا محتاجينه. الناحيه التانية في يونايتد، الدنيا مع اموريم اتحسنت كتير، بقى معاه سكواد اعلى بكتير قوي من اي سيزون اللي فات او اللي قبله او اللي قبله او اللي قبله. بويبو، كونيا، وجابوا كمان سيسكو المهاجم، فلا يعني الكواليتي علت كتير قوي عن السنه اللي فاتت.
عايز تبص على حد في اليونايتد، عندك دارجو 4.5 في الدفاع، عندك كونيا او مبويبو، وانا ارجح لك اكتر كونيا كمان من مبويبو. سيسكو ممكن تستنى عليه، بلاش تروح تجيبه دلوقتي لما نشوف دوره هيبقى عامل ازاي الاول مع الفرقه. فيها برضو يعني لو عايز تميل لحد اكتر من ناحيه اليونايتد انا ارشح كونيا اكتر من مبويبو. خش بعد كده على اخر ماتش في الاسبوع وهو ليدز وايفرتون. عندك في ايفرتون ابعد عن بيتو عشان خلاص بنسبة كبيرة مش هيكون موجود ومش هيكمل. ابعد عن بيتو كمهاجم لو انت حاطه. ممكن تفكر في نداي نص الملعب 5.5. عندك درسوي هال في اوبشن في نص الملعب برضو ب5 مليون ممكن تفكر فيه. عندك كمدافعين تراسوسكي ممكن تفكر فيه 5.5 مليون، وعندك بيكفورد 5.5 مليون، مع اني ما انصحكش ببيكفورد يعني. ليدز الناحية التانية بلاش برضو تتسرع وتروح لبيرو المهاجم، لسه الراجل ليدز جابت كيلفرت لوين، فاعتقد هيبقى في روتيشن، لسه مش عارفين مين هيبدا. عايز اوبشنات رخيصه تمشي بيها نفسك في شريك المدافع في ليدز ب4 مليون، بيقولوا يعني ممكن يلعب بلانتيات في وقت من الاوقات، فدي حاجات تخلي عينك عليها. كده احنا قلنا الاسبوع الدنيا ماشيه ازاي. تعال اخدك معايا نشوف الدرافت النهائي بتاعي. خلاص ما فيش بقى مجال اقول لك هرجع اغير ولا مش هرجع اغير، خلاص الدرافت الاخير واخر والتشكيله الاساسيه اللي انا هبدا بيها في اول جوله النهارده في اول ماتش. وانا يعني اعتقد انا مش هغير فيه على الاقل اول 3 أو 4 جولات غير لو اضطريت قوي يعني. خلصت جون، جبت كلير 4.5 مليون، احتياطي دوبرافكا ب4 مليون. عندك فان ديفين جبته مكان بيدرو بورو، كنت محتاج ازود فلوس اكتر في نص الملعب شويه فاضطريت انزل من بيدرو بورو لفان ديفين. وان بيساكا زي ما انا، اينا من نوتنجهام، وكونسا من استون فيلا. نص الملعب قدوس، صلاح، بالمر كان لازم خلاص زي ما بقول لك يعني في اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي بالمر داخل على خلاص على 63% فعلا اونر شيب، ف حقيقه يعني اكيد مش هبقى مبسوط ان انا لو نزلت بسبب بالمر. خش بعديها عندك هتلاقي ويلسون من فولهام، انا الديفرنشال الموجود معايا والحد اللي بورن عليه مع هالاند وواتكنز. عندك بره هتلاقي عندي لويس مايلي من نيوكاسل، وماركو جويهي من ساندرلاند، وستيفي من بيرلي. ده التشكيله النهائيه بتاعتي وده اللي انا هبدا بيه مع النهارده يعني في اول جوله ان شاء الله. تعال نخش بسرعه ونشوف مين اللعيبه اللي احنا نكابتنها، تكابتن مين وما تكابتنش مين. عايز تلعب على المضمون صلاح، نو ريسك نو فن، صلاح. بس ما تنساش قاعدة مستر غاندي أول ماتش في الجولة. فعايز تكابتن صلاح اوبشن مضمون 100% طبعا. صلاح 6 سنين أو 7 سنين كل سنة في الافتتاح لازم على الأقل يحط جون، فده شيء بديهي إنك تكابتن صلاح. عندك عايز اوبشن تاني في الحاجات المضمونة، عندك واتكنز، عندك هالاند، عندك بالمر نفسه. 4 اوبشنات كابتنة مفيش أسهل ما منهم. الميزة السنة دي إن أنت مش ممكن لعيب بيطلع بنسبة كابتنة عالية قوي في الجولة شبه ما احنا متعودين، بس اعتقد ان كلنا منوعين في التشكيلة بتاعتنا. غير مش كلنا معانا هالاند، مش كلنا معانا واتكنز، مش كلنا معانا صلاح. في ناس بدأت من غيره، في ناس هتبدأ بيه بعد كده، في ناس جابته وبعته. انا كنت بفكر ان انا اعمل كده بس يعني هبدأ بيه وبعدين نشوف الدنيا فيها ايه. عايز كابتن ريسكي شويه، مش ديفرنشال، كابتن ممكن يكون مخاطر شويه. ممكن تنزل من صلاح لفيرتس، هيفرق معاك. فيرتس بيتبنى عليه لعب كتير قوي في ليفربول وبيبني لعب. اكيتيكي نفسه ممكن يبقى كابتن ريسكي. ممكن تفكر في جواو بيدرو من تشيلسي، بس دقايقه قليله، دي لعب ممكن ياخد من دقايقه في الشوط التاني. عايز تروح لحاجه ديفرنشال خالص، ممكن تفكر في قدوس من توتنهام، ممكن تفكر في بوين ويست هام. واتكنز ممكن تفكر فيه، مش واتكنز مش هيبقى ديفرنشال نهائي ككابتنه. واتكنز مع بلانتيات، مع كل حاجه في استون فيلا. بس كده يا صديقي، اتمنى ما كنتش طولت عليك. تلحق تشوف الحلقه قبل الديدلاين. لو عجب وصلت لحد هنا وشكرا، ما تنساش تسيب لايك وكومنت وشير وسبسكرايب. ادعمنا دايما وان شاء الله الجديد ملوش حل. السلام عليكم.